المجاهد عبد القادر ابن الأمير محي الدين ابن مصطفى الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، عالم دين وشاعر وسياسي ومحارب في آن واحد. اشتهر بمناهضته للاحتلال الفرنسي للجزائر، يرجع أصله إلى الأدارسة الذين حكموا المغرب في القرن التاسع. ولد عبد القادر الجزائري في 23 من رجب عام 1222 هجرية، وذلك بقرية القطنة من منطقة معسكر بالجزائر. ثم انتقل والده إلى مدينة وهران. قاد عبد القادر مع أبيه العديد من الانتصارات ضد الفرنسيين، فاقترح والده أن يتولى القيادة، وتمت البيعة، ولقبه والده بناصر الدين، وكان ذلك في 20 من نوفمبر عام 1832. وقد أجبر الفرنسيين على توقيع معاهدتي سلام تضمنتا اعترافا بسلطته على المنطقة الغربية للجزائر، وهما اتفاقية دي ميشال في 26 من فبراير عام 1834، والتافنة في 30 من مايو عام 1837. وبهذه الاتفاقية اعترفت فرنسا بدولة الأمير عبد القادر، وبدأ عبد القادر في الاتجاه إلى أحوال البلاد، ينظم شؤونها ويعمرها ويطورها، وقد نجح في ذلك. غادر به الفرنسيون سنة 1835 ميلادية، وخرقوا معاهدة دي ميشال، وحاولوا التفريق بينه وبين رجاله، ولكنهم باءوا بالفشل وأقصوه بعد 4 سنوات من النضال، إلا أنه لم يستسلم، والتجأ مع إخوانه إلى مراكش سنة 1843، ثم عاد إلى الجزائر وقاد حركة الأنصار. هزم الأمير عبد القادر بالخيانة، فرأى من الصواب الجنوح للسلم، وشاور أعيان المجاهدين على ذلك، وأسره المحتلون سنة 1847 وأرسلوه إلى فرنسا. ظل الأمير عبد القادر في سجون فرنسا حتى عام 1852 ميلادية، ثم استدعاه نابليون الثالث بعد توليه الحكم وأكرم نزله، ودعي الأمير لكي يتخذ من فرنسا وطنا ثانيا له، ولكنه رفض ورحل إلى الشرق. توقف في اسطنبول حيث السلطان عبد المجيد، والتقى فيها بسفراء الدول الأجنبية، ثم استقر به المقام في دمشق، وفيها أخذ مكانة بين الوجهاء والعلماء، وقام بالتدريس في المسجد الأموي. وافاه الأجل بدمشق في عام 1883 ميلادية عن عمر يناهز 76 عاما. وبعد استقلال الجزائر نقل جثمانه إلى الجزائر عام 1965 ميلادية.